وانا قاعد فاضي كده قلت اما اجيب ماتش الاهلي والرجاء اتفرج عليه من تاني، فلفت نظري حاجه خطا فادح من المعلق عصام الشوالي. قال معلومه على ما اعتقد كده ان هو مش مذاكر قبل ما يخش الماتش. الشوالي قال ان في حاله صعود الاهلي للمباراه النهائيه هيكون ده النهائي الرابع ليه على التوالي في دوري ابطال افريقيا، وده رقم يعادل وصول مازيمبي من 67 لسنه 70. وطبعا الشوالي ما كانش مذاكر كويس، وحابب بس اصحح لك المعلومه واقول لك ان النادي الاهلي وصل للنهائي بالفعل 4 مرات من 2005 ل 2008، وكمان هافايا كوناكري وصل للنهائي 4 مرات من 75 ل 78. لكن الفرق ان الاهلي لما وصل 4 نهائيات فاز منهم 3، انما مازيمبي وكوناكري فازوا 2 بس. عايز اقول لك بقى حاجه اكبر من كده بكتير، بس بالله عليك ركز يا عم شوالي عشان تفهم بس، وهي ان النادي الاهلي الفريق الافريقي الوحيد اللي قدر يوصل للنهائي 6 مرات على التوالي من 82 ل 87، وكسب منهم 5 القاب، وهم 3 كأس كؤوس و2 ابطال افريقيا ابطال الدوري. في النهايه في حقيقه واحده بس لازم تكون عارفها يا شوالي: امام الاهلي تقف انتباه، امام الاهلي كن حذر في كل معلومه تقولها، امام الاهلي تسقط انت وتاريخك، امام الاهلي تسقط انت وارقامك. عايز اقول لك نصيحه اخيره قبل ما اقفل الفيديو: ابقى خد لك دواء تنشيط للذاكره عشان انت يظهر الزهايمر قفل مخك وخلاك تقول اي كلام وخلاص. انا عذرك يا شوالي لان بطولات الاهلي كتير تخلي اي حد يتوه وينسى ويجي له زهايمر، ونصيحه مني ليك ما تعملهاش تاني وتغلط في ارقام الاهلي، عشان الاهلي ليه جيش مش جمهور بيرد مكانه. اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.